كنت عايزة أسألك، ممكن تتجوزي من غير نيش؟ نيش؟ عادي. يعني مش شايفة ان هو أزمة في الجواز؟ لا طبعا. لا طبعا. طب ليه؟ ايه؟ ليه؟ ايه السبب يعني؟ هو منفوخ وكده يعني. النيش انا ما اعرفش يعني ايه نيش اصلا لغايه دلوقتي. النيش حاجة تافهة جدا. لا مش مهمة طبعا، النيش مش مهم. ايه النيش يعني بيتحط فيه اطباق وبتاع عن النيش، يعني ايه نيش؟ النيش اللي هو بيتحط فيه الصيني والكلام ده. اللي بيحط في الصيني؟ يعني ايه الصيني؟ يعني باتري، يعني سيراميكس؟ طبعا حاجة مهمة جدا. يعني ممكن توقفي جوازتك عليه؟ لا مش للدرجة. ده كلام فارغ، حاجه ملهاش اي لازمه في اي حاجه في الدنيا. انا راجل متجوز بقالي 3 سنين ونص، ما افتكرش ان انا فتحته مره يعني، ولا اعرف ايه اللي جواه ولا بنستعمل منه اي حاجه. لا، يعني عادات وتقاليد ملهاش اي 30 لازمه اصلا. ايه النيش يعني في البيت؟ ايه رأيك في العرايس اللي بتفركش جوازات علشان النيش؟ لا طبعا، يبقى دي فكره هبله ومش لطيفه شويه. بصي، هو انا متهيألي ده بيبقى ضغط من الاهل، يعني هي مش بتبقى عايزه، بس الاهل بقى هم اللي بيعملوا كده. خليكي قاعده في البيت جنب بابا ولما يجي لك صاحب النيش لو جالك بيروح يكمل النيش بتاعك. بالتفهيم من وجهة نظري. لا دي بنات هم معلش يعني ما عندهمش، ما بيفكروش. لا يعني دي حاجه تافهه، يعني انت ليه توقفي جوازات عشان انت تحطي اطباق في باترينا؟ يعني ايه ده؟ نكته، بس مفيش جوازه ممكن تقف على نيش. ما توقفيش مثلا مستقبلك او جوازك او حياتك على حاجة نيش ملوش اي 30 لازمة. لو اي خبطة فيه كله هينزل على الارض.